ليه أوقات بعض الناس بتأجل حياتها لحد ما الظروف تتحسن أو لحد ما حاجة معينة تحصل فيها؟ وهل ده صح ولا مش صح؟ أوقات كتير بعض الناس بتربط سعادتها وفرحتها بهدف معين إن هو يتحقق، أو حاجة اللي بتتسمى كده متلازمة شروط السعادة. إننا بنعتقد إن الوصول للهدف ده هو مفتاح الراحة، وهو ده بقى اللي هيجيب من الآخر وهيبسطنا ويسعدنا. بنفضل طول الوقت مستنيين، لكن الحقيقة إن تحقيق الإنجاز ده ما بيغيرش حياتنا كلها ولا حاجة بالشكل السحري اللي احنا متخيلينه وعمالين نستناه. أصلا عملية السعي هي نفسها اللي بتدي طعم ومعنى للحياة. خليني كده أوضح لك شوية أسباب نفسية بتخلينا نعمل ده. واحد، وهم نقطة النهاية. هو اعتقاد خاطئ كده بيجي لبعض الناس إننا بمجرد الوصول للهدف احنا هنرتاح للأبد، والحياة بقى هتبقى وردي وكل حاجة تبقى جميلة. لكن طبعا ده مش صح وما بيحصلش، لأن العقل البشري أول ما بيوصل للهدف بيبتدي يتكيف معاه، ونبتدي للأسف ندور على هدف تاني عشان نحس تاني نفس الإحساس. اتنين، تأجيل الاستمتاع. بنعلق مشاعرنا الإيجابية دايما على شماعة النتيجة بدل الرحلة، وده بيخلينا نضيع أيامنا، أيام وسنين بقى من عمرنا، في التوتر، في الانتظار، في إن احنا مش لاقيين الحاجة اللي احنا عايزينها. وبنكتشف في الآخر إن السعادة الحقيقية كانت في التفاصيل اليومية بتاعتنا، مش في اللحظة الأخيرة. وبنكون خلاص فقدنا أيام وأسابيع وشهور واحنا ما استمتعناش بيها. احنا بنعيش مرة واحدة يا جماعة، مهم جدا نخلي بالنا من الحكاية دي. فان احنا نضيع يوم من ايامنا اللي ربنا مديها لنا دي حاجة مش سهلة. لازم نفكر صح ونفكر كويس. 3، الخوف من المجهول والراحة. بصوا، اوقات ان احنا نكون موجودين في منطقة الانتظار او السعي لهدف معين بتدينا احساس وهمي بالامان. وهركز على كلمة وهمي لأنه مش حاجة حقيقية. بمجرد ما الهدف بيتحقق بنلاقي نفسنا بنواجه مسؤوليات جديدة ممكن أصلا تسبب لنا قلق وتوتر، فبالتالي بنفضل متمسكين بفترة الانتظار. وده طبعا حاجة خاطئة جدا. المفروض ان احنا نفكر بشكل مختلف، ان انا عايز احقق كذا وهنبسط جدا لما يتحقق، لكن وانا ماشي في السكة بحققه. دي حياتي، اللحظة الحالية دي هي النعمة اللي ربنا مديهاني وبعيشها، يبقى انبسط بيها وانبسط برحلة الوصول للهدف، لأن هي الرحلة كلها مع تحقيق الهدف هو اللي هيبسطني، مش بس الوصول.